مساء الفل عليكم يا اساطير. النهارده ملخص الانمي الاكثر مشاهده على الاطلاق وهو قاتل الشياطين. ملخصنا حلو قوي وهنشوف فيه تحدي تايجارو. قبل ما نبدا انزل اعمل اشتراك للقناه ونوصل الفيديو ده ل1000 لايك ويلا بينا نبدا الحدوته. ودي قريه صناع السيوف اللي يعتبر فيها كل القلاع اتهدمت ما عدا قلعه واحده بس فضلت مهجوره وبتسكنها الشياطين، وبيكونوا موجودين 4 عند القلعه، 2 جواسيس وشينغارو وسونامي، هشيرو الرياح وهشيرو الافاعي. وكانوا واقفين عند القلعه المهجوره دي لان في شيطان خطف واحده ست واخدها علشان ياكلها، وهم بيراقبوا القلعه دي عشان يعرفوا الشيطان بيودي الستات دي فين. وكانوا متغاظين ان قلعه زي دي مهجوره ساكنها الشياطين، وبيعرفوا ان في واحده ست دخلت القلعه دي وما طلعتش منها من امبارح. وهشيرو الافاعي بيتضايق وبيقول له هي اكيد اللي زوغت منك، اكيد مش هتختفي من العدم. اما هشيرو الرياح بياكد له المعلومه وبيقول له انها اختفت قدام عينيهم، وبيشوفوا واحد من الشياطين واخد واحده ست وداخل بيها القلعه المهجوره، واول ما بيشوفوه بيجروا وراه. والشيطان بيكون ندمان انه ما خلصت عليهم الليله اللي فاتت، وبيدخل جري على القلعه وهم بيدخلوا هناك وبيوصلوا لحد داخل القلعه المهجوره، وبيتفاجئوا بعدد مهول من الشياطين، واي واحد فيهم بيتقتل بيختفي. وهشيرو الافاعي بيقول للاتنين الجواسيس اطلعوا انتوا عشان انتوا عمالين تعطلونا واحنا هناخد المهمه دي. اما هشيرو الافاعي بيقول لشنغارو في حاجه غريبه هنا في المكان ده كله، وصاحبه بيأكد عليه المعلومه وبيقول له انا برضه عمري ما شفت شياطين بتتجمع في مكان واحد زي القلعه دي. وبيسمعوا صوت واحده ست بتقول انجدوني في الدور اللي فوق، وبيوصل سونامي وبيلاقي عدد مهول برضه من الشياطين، فبيضطر ان هو يتنفس في الرياح. ومش بس كده، بيستدعي عاصفه الرمل المتصاعده وبتكون الدنيا خراب ومليانه دم، وبيكون الشيطان مذهول من حركاته وبيقول له هي دي الست اللي انت عايزها، وبيبتدي يرميها له من فوق. ولكن هشيرو الافاعي بيبتدي يلحقها وبيجري الشيطان وبينط من فوق القلعه وهم بينطوا وراه، وبيتفاجئوا بعالم غريب وبيوت مليانه نار ومليانه عدد مهول من الشياطين. ولما بينزلوا بيلاقوا نفسهم في القلعه المهجوره، وبيلاقي كل الشياطين اختفت وكل حاجه شافوها في المكان اختفت، وبيبتدوا ياخدوا البنت المخطوفه لطريق امان وبيسيبوها ترجع للبيت. اما اخواتها بيرحبوا بيها جدا وبترجع تطمن معلمتها عليها، والمعلمه بتقول لها الشيطان هيرجع تاني وهيحاول يخطف حد اقوى المره دي زي الشيطان اللي اتغلبت على الشمس. وبيظهر بطلنا تنجيرو في المستشفى وبيسأل الممرض على اخبار القريه واحوالها والشياطين اللي بتيجي بالليل علشان تخطف الستات. اما الممرض بيقول له ما تقلقش الدنيا ماشيه بس مخيفه حبتين، والاضرار اللي نازله علينا اليومين دول مش كتير قوي رغم ان في هجوم ما بين قمريين علوي، ودي يعتبر معجزه. وبسبب الحرب العظيمه دي بتنتج عنها فوالق، والفوالق دي بتعتبر عدد من الكرة الفارغه، وعشان كده ممكن الناس تنتقل تعيش فيها وتكون في امان، ودي بتكون حكمه كبيره قوي. وبيكون تانجيريو غايب عن الوعي بقاله اسبوع، واما بيقوم بياكل اكل الاسبوع كله. والممرض بيقول له انت كده بتاكل كتير قوي، قال له لا ما كان روجي صاحبتي لما غابت عن الوعي قامت واكلت اكل كتير قوي. والممرض بيقول له دي حاله شاذه يعتبر مش زيك خالص. وبيرد عليه تايجيريو وبيقول له هشير الحب وهشير الضباب ناموا يومين وفي اليوم الثالث اتعافوا. وبيقول له انت عارف ايه اللي حصل لاختك؟ بقت تتمشى تحت الشمس بشكل طبيعي. فبيقول لها احنا لسه مش متاكدين سواء هي بتستعيد انسانيتها من جديد ولا ده عرق الشيطان اللي جواها بيتطور لحد ما بتشرق الشمس. وبيقعد يتكلم لحد ما بيشرق بسبب الاكل. والممرض بيقول له كمان ان الهشير هيعملوا اجتماع كمان شويه، وبيحضر الاجتماع هشير الافاعي وهشير الرياح. وبيوصل للاجتماع وبيرحب بيهم هشير الحب وهشير الضباب اللي كانوا بيصارعوا القمرين العلويين. وبيستغرب الزعيم ان عمره ما قابل قمر قبل كده، وهشير الثعبان بيقول له مقابلتهم نادره جدا. وبيبتدوا يرحبوا بهشير الحشره كمان، وبتكون متفاجئه من تعافيهم بسرعه من اللي حصل. وبيرد عليهم هشير الميه وبيقول لهم رئيسهم هو اللي هيشرح لنا ايه اللي حصل بالظبط وازاي تعافوا بسرعه كده. وبيكونوا في انتظار مولانا، وبيحضر نيابه عن مولانا ابو يشكي النائبه عنه اماني لان الحاله الصحيه للكبير في النازل، وبتعتذر ليهم عن عدم قدومه. وكلهم بيتفاجئوا من الكلام ده، حتى الهياشيره بيبقوا متضايقين جدا. وبتقول لهم اماني سمعتوا بالشيطانه اللي غلبت الشمس، وبتبلغهم ان في حرب عظيمه هتحصل قريب اثناء مصارعه القمرين. اما اماني بقى بتطلع السر المستخبي وبتسال هشيره الحب وهشيره الضباب ايه اللي اظهرتوه كخدعه او صفه كانكم شياطين عشان تقدروا تغلبوا القمرين. والكل بيتفاجئ من كلامها. اما هشيره الرياح بيقول لها هم هيخبوا الكلام ده ليه؟ فبتقول له يا هشيره في ناس ما بتعرفش بالعلامه اصلا، والحقيقه الموجوده على مر العصور ان الشخص اللي بتظهر عليه العلامه دي هو اللي بيقدر يغلب. وبتقول له خد الكتاب ده كتاب لاول شخص ظهرت عليه العلامه دي رغم انه ما كانش من الهشيره وهو كمارو
ليوناردو تانجيريو، اول واحد حس ان جسمه بيتكوي وما كانش عارف طريقه ظهور العلامه، ويعتبر كده هشيرة الحب والضباب فيهم العلامه دي. واما هشيرة الحب بتقول لها فكرتيني، انا حسيت بانفجار جوايا كده ودرجه حرارتي عليت، كانت درجه حراره غير طبيعيه، وابتديت اتحرك بسرعه وقلبي كان بيدق جامد، حتى وداني كانت عماله ترن، وبتتاسف للفريق ان هي كانت ناسيه. اما تانجيريو قعد في المستشفى وكان جاي له حاله برد. اما هشير الضباب قال لهم انا هقول لكم على الزتونه، في اخر معركه تعبت وجالي تسمم وحاولت اتنفس كتير عشان ابطأ من التسمم ده، ولكن كان في ولد صغير جاي ينقذني وعلى وشك ان هو يموت، وعلشان اقوم من تاني استعدت كل الذكريات لحد ما بقتش قادر اسيطر على عواطفي، ولحد ما ضربات قلبي اتخطت ال 200 نبضه في الدقيقه، لحد ما كنت حاسس ان جسمي بيولع ودرجه حرارتي 39، وكان ده الوقت اللي هيحدد اني يموت يعيش. واماني بتقطع في الكلام وبتقول له وانت عرفت منين بقى ان درجه حرارتك 39؟ فقال لها كنت بتعالج وعرف انه عندي حمى، وساعتها كنت بقرا درجه الحراره اللي على المقياس. فبتقول له تمام كمل. وهشيرة الرياح بيستغرب وبيقول له هي دي العلامات بكل بساطه؟ فبيرد عليها هشيرة الضباب وبيقول له ده اللي عقلك بسيط فمش قادر تستوعب الموضوع، اما الموضوع اكبر من كده بكتير. وبيبتدوا انهم يشكروا اماني وبيقولوا لها الف سلامه على مولانا، وبتبتدي تمشي. اما هشيرة الضباب بينزعج حبتين وبيقوم عشان يمشي لانه شايف انه مختلف عنهم حبتين. وهشيرة الرياح بيبقى هيمسك في خناقه والزعيم بيوقفهم. اما تانجيريو قاعد في المستشفى ما بيعملش حاجه غير انه قاعد بياكل. وبيوصل زونستا للبيت وكل بنات البيت بترحب برجوعه، ولما بيشوف حبيبته بتفتكر انه اونسكي وبتجنن من كلامها وبيبقى عايز يعرف مين اونسكي عشان يقتله. وبيوصل الحداد لتايجيريو وبيديله السيف بتاعه اللي بيعتز بيه جدا، ولما تانجيريو يمسك السيف بيقول له ايه ده؟ السيف ده بقى اسود اكتر من العادي ومنحوت عليه كلمه تدمير الوحوش يعني. وبيقول له دي كلمه مكتوبه على كل السيوف مع الهشيره، دي معناها تدمير كل الشياطين او مدمر الشياطين. وبيفتكر تانجيريو ان اخر مره حارب بالسيف ده ما كانش مكتوب عليه اصلا الكلمه دي، والسياف بيتخنق منه وبيوضح له ان السيف ده اخده وما كانش خلص شغل فيه ولا طلع الصدى اللي فيه ولا حتى بانت الكلمه اللي كانت عليه. وتعصب السياف وعمل دوشه وبعدين مشي. وفجاه بيلاقوا نسكي بيدخل من الشباك وبيعمل ازعاج، حتى المريض اللي جنبهم ما كانش عارف ينام. والهشيره بيعملوا تدريب للفرق علشان يقدروا يواجهوا الشياطين بشكل مكثف، وان عددهم ده مش كفايه، وكانوا خايفين ان الشياطين تهجم عليهم في وقت التدريب. وبيروح زونستا يتكلم مع تايجيريو على التدريب اللي هيحصل، وتايجيريو بيبقى مبسوط قوي بالتدريب ويقول له ان انت هتكتسب خبره عن العادي. وبينفجر زينيسيو في وش تانجيريو وبيبتدي يسيبه ويمشي. اما تانجيريو يوقفه ويقول له استنى، عارف لما انا كنت بحارب القمر الرابع ما كنتش قادر اتحرك، رجليا الاتنين دول وقفوا وابتديت استخدم حيله تنفس الرعد اللي انت علمتهاني قبل كده، وابتديت بسببها ان انا اقدر اقطع راس الشيطان، وطبعا ما كانش بنفس سرعتك. وبيبتدي تانجيريو يشكر زينيسيو، اما زينيسيو بيرد عليه وتانجيريو بيقول له علشان كده تدريب الهاشره هيخليك تعلى بمستواك اكتر عشان تقدر تحسن من لياقتك البدنيه. وزينيسيو بيقول له عشان كده بتوقفني وتقول لي الكلام ده وفاكر ان كلامك ده هيحسن مزاجي؟ شكلك احمق، سبحان الله كلكم مش عارفين تعيشوا من غيري. وبيبداوا الهاشره للتدريب للطلاب، واولهم هي الجري او اللياقه البدنيه، واول ما بيبداوا بيبقوا هيموتوا من التعب، واول ما بيجي وقت الغدا ما بيقدروش يمسكوا نفسهم، وفي منهم اللي ما بيحصلش الاكل من كتر التعب. وبعد الجري هيتدربوا على الحركه السريعه على ايد طوكيو، هو اي نعم شكله يقول ان بارد حبتين ولكنه صعب جدا. واما تدريب المرونه هيبقى على يد هشيرة الحب، وبعد هشيرة الحب هشيرة الافاعي، وبعدها سنغارو اللي هيعلمهم التقطيع اللانهائي. واخر تدريب هيكون لتضخيم العضلات على ايد السيد هميمجا. فكده كده هيتخلوا عن انسانيتهم لانهم هيقابلوا عدد مهول من سياف الفليق. وبيوصل غراب يناكف في تانجيريو وبيقول له امسك الرساله اللي في رجلي، وبيكون شايل له رساله فعلا من مولانا. وبيستغرب تانجيريو ان مولانا قصده هو بالخصوص وبعت له رساله. واماني كل يوم كعادتها بتوصل الكلام لمولانا اللي بتقعد تعالجه وبتشكره على كل حاجه. وبيبتدي مولانا يقول لها ان انا بخلص كل حاجه وبيودعها في كلامه. وبيروح طائر الغراب لتايوما سان من الشباك وبتفتكر كلام مولانا وبيقول لها انت عارفه انك كده في خطر عشان انت سايبه ازاز الشباك مفتوح. وبيقول لها انا واحد من اتباع مولانا وانها قد ايه ممتازه في الاختفاء. وبتساله انت عرفت مكاني منين؟ ودي محدش كان يعرف مكانها لانها كانت شيطانه. وبيقول لها عرفت من البايع اللي كان قبلك اللي باعلك البيت وانا مش جايه اذيكي. وبتساله يعني عايز ايه مني لما انت مش جاي تاذيني؟ فبيقول لها انا عارف ان مهما كان ومهما حصل مش هتثقي فيا تاني زي تانجيريو. وبتساله انت عايزني اعمل ايه، او بمعنى اصح مولانا اوباتشي عايزني اعمل ايه. وبتسمع صوت خطوات فوق البيت
البيت وبيقول لها هو فعلا فوق السطح، يلا بينا علشان ننجز كلامنا، واحدة زيك ملمة بالأدوية وبنية الشياطين محتاجين منك انك تساعدينا نهاجمهم، وانا هستناكي هناك. وبتقول له ازاي تساعد الشيطان زيي في انه يروح مقر صيادين الشياطين.